سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلامة. جايه لكم النهارده بأكلة مصرية صعيدي بجد تحفة. احنا متعودين يا حبايب قلبي نعمل البامية بطريقة العادية اللي هي بالصلصة. هنعملها بقى بالطريقة السعودية. البامية الويكا بجد جميلة جدا تحفة، بحاجة كده جمال وعسل وخفيفة عن المعدة. عاملين جنبها يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده رز بشعرية وشوية بتنجان بقى بالدقة. الله على الجمال، حاجة كده بجد جميلة جدا، واكله صعيديه جميله وتحفه وخفيفه وحاجه روعه. جربوا بقى الوصفه الجميله ديت، حاجه كده بجد تحفه وحاجه كده بجد مشرفه جميله جدا. بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوه. هوريكم بقى كده اللون بتاع الباميه وخضرها. الله على الجمال، حاجه بجد جميله جدا زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. هوريكم كده الجمال والحلاوه. بصوا كده، بوريكم بقى كده الباميه طريقتها سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت خالص، وحضرناها احلى والذ باميه. هتجربوها بجد جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. بجد الباميه دي بقى تستاهل منكم بقى حبايب قلبي لايكات كتير كتير قوي لاختكم. يلا نسمي بالرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الباميه يا حبايب قلبي، تكون الباميه الحجم الكبير شويه، ولا هي صغيره ولا هي كبيره قوي او كبيره قوي برضو هتبقى حلوه قوي. اللي كانت معايا متوفره معايا اللي هي الباميه المتوسطه اللي القرون بتاعتها المتوسطه. جبتها غسلتها كويس قوي وقطعتها زي ما انتم شايفين بالاحجام ديت. وهنجيب بقى نسمي بالرحمن ونحط بقى والشوربه بتاعتنا على النار. لازم تكون شوربه حبايب قلبي، شوربه فراخ بقى، شوربه نارب، شوربه بط، شوربه لحمه، اي شوربه موجوده عندكم. هننزل بقى كده الباميه اللي احنا مقطعينها وغسلينها زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. هتكون بس مغطيه بس الباميه زي ما انتم شايفين. انا كنت بقى كده بقلي البتنجان عشان نعمل شويه بتنجان بقى جنب الباميه الجميله ديت بقى. تاخد بقى كده السوا بتاعها، تاخد كده كام غلوه. هي بتاخدش سوا حبيب قلبي كده خلاص زي ما انتم شايفين. هي بقى كده خلاص شربت بقى الشوربه بتاعتها. هنجيب بقى المفرق او الهراسه، في الصعيد بيسموها المفرق، ما فيش مفرق بتبقى الهراسه البطاطس زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. هنهرسها بقى هرسه بسيطه كده زي ما انتم شايفين. الله على الجمال، حاجه بجد كده ممتازه والا الطعم حاجه كده جميله. انا بوريكم لما بيعملوا المفرق بيفركوا اللي بتاع ديت الباميه كده كده خلاص يا حبايب قلبي. انا زودتها بقى كمان شويه شوربه. هننقلها بقى على العين التانية تاخد غلوتين عقبال ما نعمل الدقه بتاعتها الجميله او الطشه بتاعتها الجميله. معلقه من الزبده او السمنه ومعلقه توم. هننزل كده ياخد بس لون حبايب قلبي، وهننزل عليه بمعلقه من الكزبره الناشفه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. بقلب معاكم كده واوريكم بقى اللون بتاعها. التومه هتبقى اللون الذهبي اللي احنا محتاجينه جميل جدا. هنحط بقى ايه شويه من الكزبره الناشفه. هنعملها طشه كده زي الملوخيه حبايب قلبي، بتبقى جميله جدا. طبعا بنحط الكزبره كده على الثوم بيدينا ريحه جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. هنقلبها بقى زي ما انتم شايفين كده. بوريكم بقى وماشيه معاكم واحده واحده. كانت الباميه بقى بتاعتنا كده غلت غلوتين 3، وهننزل بقى بالتومه الجميله ديت وتبقى الباميه بتاعتنا جهزت معانا. بس يا حبايب قلبي هننزلها كده نطشها زي الملوخيه. بسم الله ما شاء الله.
جميلة. هتاخد بقى غلوتين وتلاتة كده برضك مع التومة كده جهزت معايا. بوريكم كده الجمال واللون، والا مش هقول لكم بقى على الريحة جميلة جدا. كده خلاص هنجهز بقى الاطباق بتاعتنا. عملت جنبها شوية رز بشعرية، وادي البامية جميلة جدا، وادي البتنجان بسم الله ما شاء الله. لايك بقى وشير للفيديو. لو عجبكم الفيديو حبايب قلبي ما تبخلوش عليا باللايك، اللايك اللي بيرفع الفيديو، وتفعلوا زر الجرس والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. بصوا كده الجمال والحلاوة، الله اكبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.